الوضع وضع خطير، تحتاج دولة جديدة، تحتاج تنشئ أمة جديدة. الوضع وضع في غاية الخطورة وفي غاية السوء، والوضع الدولي أيضا سيء جدا. فإذا نظرنا إلى وضعنا في المملكة السعودية التي هي من الله عليها بدخول نفطية هائلة صارت بضعة تريليونات، نشوف أثرها في التطور الحضاري لا شيء. مدة زمنية مثل شعوب أخرى، وذكرت عدة مرار مثال ماليزيا كانت تحت الاستعمار، لا بتخرج من الاستعمار إلا في الستينات. احنا لم نكن تحت الاستعمار اسميا، بدأ البترول يتدفق في الخمسينات، يعني سابقينها ب10 سنين. قد يكون إنسان ماليزيا تحت الاستعمار البريطاني فيها نسبة متعلمين ونسبة الأميين أقل وكذا، نعم قد تكون سابقة في هذه، لكن هناك إمكانيات مالية هائلة صرف ضخم على مجالات مختلفة وبنية تحتية وإلى آخره، وكانت ما جيدة، ما حد ينكر هذا كله، لكن لم يصرف شيء على تحديث حضاري وتطوير صناعي وتكنولوجي، لأن القائمين على النظام وعلى الدولة لا هم لهم إلا إبقاء الملك، فيريدون ما يسكتون به الجماهير، لقم هذا لقمة، لقم هذا لقمة، هذول أهل بلد يشتكون ما عندهم طريق يعطون طريق بس. أما هل هذا الطريق له قيمة استراتيجية؟ هل يوصل إلى مطعم، إلى مصنع؟ هل هذا المصنع ممكن ينشأه في تلك الجهة؟ هل يمكن تطوير تكنولوجيا معينة؟ البترول الذي هو الدخل، النفط اللي هو الدخل الأساسي للدولة، العمود الفقري لاقتصادها، يجب أن يكون هناك سياسة للهيمنة عليه والسيطرة عليه سيطرة كاملة، بحيث نستطيع أن نستخرجه ونكرره بأنفسنا، ويكون الكوادر اللازمة يتم تطويرها والارتقاء بها. لم يحصل هذا، طبعا هذا باتفاق صفقة مع أمريكا، لكن هذا لا يعني هؤلاء الحكام خونة، ليسوا حكاما لمصلحة البلد ولا مصلحة البلاد والعباد ولا مصلحة الأمة، إنما لمصلحة البقاء على الكرسي. ولا هناك شورى ولا أخذ ولا رد ولا إلى غيره. حتى دول قمعية زي الاتحاد السوفيتي على قمعياتها كان في على الأقل الحزب الشيوعي حزب ضخم وله مجالس منتخبة من أسفل إلى أعلى، واللجنة المركزية بمثابة برلمان، وهي التي توجه الدولة في حق الأمر. القوة الحقيقية في اللجنة المركزية الحزب الشيوعي، وهذه بضعة مئات من المهندسين والمفكرين والفلاسفة والمنظرين، ولهذا انتقلوا ببلادهم من بلاد زراعية متخلفة أيام القيصر إلى بلاد صناعية كبرى، والآن الدول الصناعية الكبرى في العالم بإمكانيات ذاتية، وليس لديهم فائض مثل الفائض البترولية وإلى آخره. فنتعامل مع أنظمة ومع حكام أقل ما يقال عنهم أنهم خونة، لا خير فيهم ولا شيء يرجى من جانبهم. يعني يشذ ربما القذافي له شذ في بعض الأشياء، لكن جنونه أودى به. صدام حسين دمويته إشكالاته المختلفة، لكنه أنجز بعض الإنجازات الصناعية على أقل تقدير. يعني عندما تم ضرب العراق طبعا بمشاركة سعودية للأسف الشديد، مشاركة خليجية إلى آخره، لما تبتدي العراق كان العراق بدأ ينتج صواريخ سكوت ينتجها محليا، وتمت أمريكا بالذات تدمير هذه الإمكانية، وليس فقط تدمير بل قتل المهندسين والعلماء، إما تهجيرهم إلى الخارج والاستفادة منهم أو قتلهم، وعملية القتل مستمرة إلى الآن. قبلها ب10 سنين، في مدى 10 سنين، يعني عندما كانت الحرب العراقية الإيران في أوائلها، اشتكى لي أحد العراقيين أعرفه جيد وهو بعثي له ميول بعثية، لعلي أذكر هذا تاريخيا، توفي في حادث رحمة الله عليه. قابلته في ألمانيا، كان معنا في ألمانيا أيام الدراسة، وكنت أساعده في أمور حسابية والى آخره، وهو هندسة السيارات. فبالصدفة مرت في ألمانيا أيام ثورة الخميني، وكان هو هناك في زيارة. قال أبو ماجد إحنا متخلفين، ماكو صناعات، ماكو شيء، ما حالة مؤسفة. النظام يعني حريص انه يوفر الناس الاكل وكذا وموز وما نعرف ايه ومعجون اسنان فاخر وعارف ايش نحتاج معجون اسنان فاخر؟ احنا متعودين نسوي اسناننا بالفحم، ما يضر، بس نبغى صناعه، نبغى تطور. بس في صناعات بدات وكذا، وحاول صدام بدا صناعه سيارات، قال بس تجميع ما هنا شيء جذري. قال تعرف انه الطلقات في بعض انواع المدافع لها طلقه موجوده بخرطوش، اكثر المدافع طلقتها ليست خرطوش، توضع الطلقه وتوضع اكياس من البارود بمقياس معين يعرف المدفعجي يحسبها، يحط كيسين، كيس ونص، يحدد الزوايا بناء عليها ودرجه الحراره الى اخره. لكن في اشياء منها لها معايره بخراطيش، فالخرطوش هذا من النحاس، الجسم حق اللي يعبى فيه البارود، وله زردة معينة، طبعا مثل زردة الطلقة العادية لكن كبيرة.
يقول تصور انه طبعا هذه ثمينه ما يجوز رميها، يمكن اعاده تملئها مره اخرى بوضع الزرده. يقول تصور ان هذه ما نقدر نعبيها، هذه لازم يصير لها الاسبانه تتعبى. هو مطلع طبعا، هو من جهه البصره وكان قريب مناطق القتال. هذا كلام سنه متى جاء الخميني؟ سنه لا انا قابلته بعد الخميني بسنتين، قابلته ايام الخميني كان تو متخرج وبعدها بسنتين. مرت على المانيا هذيك اخر مره مريت سنه 81 الظاهر او 80، رحت في عمليه تعاقديه للجامعه. فسنه 80 فحنا يقول ما نقدر حتى نعبي هذا، مجرد تعبئتها بالبارود بطريقه منضبطه. طبعا يبغى لها شيء من ووضع الزرده والى اخره. يقول نرسل فارغه هذه الاسبانه تتعبى وترد الينا. الى هذه الدرجه احنا متخلفين. طيب الرجل صادق، انا اعرفه وصديق رحمه الله. طيب هذا سنه 80، او فلنقل اذا كان ذاكرتي لم تسعفني ايام ما جاء الخميني سنه 79 او 78. بعدها ب10 سنين، في خلال 10 سنين اصبح يصنع صواريخ سكوت محليا ويعبيها بالوقود المصنع محليا، واصبح يشكل خطر على اسرائيل يعني لا يستهان به. ما اضطر امريكا ان تلعب لعبتها وتوجه اليها الضربه القاضيه في 10 سنين. فممكن جدا ان تنتقل. عندك في السعوديه موجود مصنع الاسلحه اللي هو انشئ ما ادري بطفره عجيبه او بقصه عجيبه في سنه 54 او 53 ايام عبد العزيز، قبل هذا 52 ميلاديه، وما زال على حاله المتخلف مع زيادات بسيطه الى يومنا هذا. فاذا معنى هنا خيانه كبيره، هنا مشكله كبيره جدا. فعلى كل المرة المقبلة إن شاء الله إذا الله أحيانا وياكم سنعود إلى كلام التويجري عن الدولة السعودية الرابعة، ونبين أن هذا مجرد وهم كبير وأنه يعيش في عالم آخر، ونحتاج ننظر من زاوية أخرى بطريقة نقدية أكثر من ذلك، وقد يكون معذور لظروفه ولأنه تحت السيف في المهلكة. لكن على كل موعدنا الأسبوع المقبل إذا الله أحيانا وإياكم، فنترككم في حفظ الله ورعايته، ونرجو الله أن يجمعنا وإياكم على خير لمزيد من مناقشة هذه القضايا الحساسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.